كأس العالم، البطولة الأقوى في تاريخ اللعبة الشعبية رقم 1 في العالم. البطولة دي بتنظمها حاجة اسمها الفيفا، وسواء إذا كنت أنت بتحب الكورة أو ما بتحبش الكورة أو تعرف عنها أو ما تعرفش عنها، فأكيد سمعت اسم فيفا في مرة من المرات. FIFA. الحروف دي اختصار ل Federation International Football Association. الفيفا دي منظمة اتعملت سنة 1904 من 8 دول. ال8 دول هم فرنسا، ألمانيا، أسبانيا، هولندا، السويد، بلجيكا، الدنمارك، واخيرا سويسرا اللي مكان الفيفا موجود فيها. الفيفا تعتبر هي الراس الكبيره وتحتيها 6 اتحادات قاريه اللي هي الكاف، اليويفا، AFC، الكونكاكاف، الكومينبول، والOFC. في بدايه تاسيس الفيفا زيها زي اي منظمه في الاول كان هدفها نبيل جدا، ان الرياضه تنتشر وان الشباب بقى والسلام والناس كلها تلعب كوره وكل الكلام الحلو الجميل ده. لكن طبعا بعد كده الموضوع خد منحنى تاني. الفيفا فضلت تكبر وتكبر وتكبر لحد ما بقى اسمها عيلة الفيفا. رئاسة الفيفا كان دايما مسيطر عليها الطابع الأوروبي، والكلام ده من سنة 1904 لحد سنة 1974. ايش بقى رئيس فرنسي على رئيس انجليزي على رئيس بلجيكي لحد سنة 1974 في الوقت اللي اترشح فيه الراجل البرازيلي اسمه خواو هيفالانش. خواو هيفالانش اترشح في الوقت ده قدام الرئيس الحالي للفيفا، وكان راجل انجليزي اسمه ستانلي راوس. خواو هيفالانش كان راجل ذكي جدا، استغل اللي بيحصل في العالم وخصوصا في جنوب افريقيا من الممارسات العنصريه ضد السود في جنوب افريقيا، وقال ان ستانلي راوس الراجل ده يا جماعه منفض خالص اللي بيحصل في جنوب افريقيا والممارسات العنصريه ضد السود، وقال ان لو ربنا قدرني وبقيت رئيس الفيفا انا هشيل جنوب افريقيا من الفيفا تماما علشان خاطر اللي هم بيعملوه في السود اللي هناك. فطبعا الناس بصت لخواو هيفالانش على انه مش بس راجل رياضه، لا ده كمان راجل سياسه وكمان راجل انساني، لانه هو هيترك جنوب افريقيا بسبب الممارسات العنصريه. وبالفعل تم انتخاب خواو هيفالانش وبقى رئيس الفيفا سنه 1974، ومن وقتها الموضوع اتغير تماما. بعد فوز البرازيلي خواو هيفالانش برئاسه الفيفا عين مهندس قصير قد كده اسمه سيب بلاتر، وقال سيب بلاتر قال له انا عايز اغير مفهوم الفيفا ده تماما. سيب بلاتر اول ما بقى السكرتير العام للفيفا عمل حاجه كانت اول مره تخش في تاريخ الفيفا، وهي السبونسرشيب. سيب بلاتر راح لشركه كوكاكولا وقال لهم انا جايب لكم عرض استحاله ترفضوا، انا جايب لكم عرض ان انتوا تبقوا الراعي الرسمي لكاس العالم. فالراجل بتاع كوكاكولا قال له من الاخر كده احنا هنبيع كام ازازه؟ قال له اسمع اللي بقول لك عليه، انا جايب لك عرض ما يتفوتش، انت هتبقى الراعي الرسمي لكاس العالم. مش بس كده، سيب بلاتر كمان راح لشركه اديداس وقال لهم انا عايزكم انتوا تبقوا الراعي الرياضي لكاس العالم. ومن الوقت ده ولحد وقتنا دلوقتي شركة كوكاكولا وشركة أديداس هم الرعاة الرسمية لكأس العالم. سنة 1978 في بلدي التاني الأرجنتين كانت البلد بتمر بأحوال سيئة جدا، ومش قصدي على الرياضة هنا خالص، أنا قصدي على أحوال البلد السياسية والاقتصادية. في الوقت ده كان بيحكم الأرجنتين واحد عسكري طاغية اسمه خورخي فيديلا، والبلد كان حالها متدهور خالص في حكم الراجل ده. والمفروض في الوقت ده ان الارجنتين هي اللي كانت هتنظم كاس العالم. في الوقت ده الشعب كان مستغرب جدا، ازاي الارجنتين هتنظم كاس العالم اصلا في البلد المتدحوره دي؟ لكن في الوقت ده ظهر مصطلح اسمه تبييض الرياضه. يعني ايه تبييض الرياضه؟ يعني بالبلدي كده لما في بلد بتبقى مفشوخه اقتصاديا وسياسيا وكل حاجه، بنقوم منظمين بطوله رياضيه ونعملها بشكل كويس قوي، بحيث ان الناس جوه البلد وبحيث ان الناس جوه العالم تبص على الدوله دي وتقول ايه ده، الله التنظيم الجميل ده. وده بالفعل اللي حصل في الارجنتين. في ناس كتير قوي كانت بتشبه كاس العالم بتاع 78 اللي حصل في الارجنتين بدوره الالعاب الاولمبيه اللي اتعملت في برلين سنه 1936، وطبعا في الوقت ده اللي كان بيحكم المانيا هو هتلر. سنه 1978 فازت الارجنتين باول بطوله كاس عالم في تاريخها، وطبعا الناس نسيت كل اللي كان بيحصل في الارجنتين بعد ما فازوا بكاس العالم. اتوجهت انتقادات كبيره جدا لاخواو هيفالانش وقالوا له ان ازاي كاس العالم يتعمل في دوله زي دي. فخواو هيفالانش قال لهم يا جماعه بعد اذنكم ما تدخلوش السياسه في الكوره، يا ابني ما انت اساسا جاي عشان دخلت السياسه في الكوره اصلا. بعد كاس العالم اللي اتعمل في الارجنتين سنه 78 الفاوندر بتاع اديداس او صاحب شركه اديداس هورست داسلر فهم اللعبه ماشيه ازاي، عرف ان الموضوع كله ماركتنج، فعمل شركه اسمها ISL. الشركه دي عباره عن ايه؟ هي شركه تسويق، وراح على الفيفا بملف وبعقود وقال لهم يا جماعه والله انتوا هتدوني حقوق البث والنشر التلفزيوني للفيفا اللي هي كاس العالم يعني. وكان في وسط العقود دي بند صريح جدا بيقول ان خواو هيفالانش هيحصل على $1 مليون، يعني من الاخر رشوه رسمي علني كده. ومن الوقت ده ISL بقت هي المسؤوله عن تسويق كاس العالم، وخصوصا كاس العالم اللي اتعمل في اسبانيا سنه 82. في الوقت ده تحولت الفيفا من نون بروفيت اورجانيزيشن، يعني منظمه لا تسمو للربح، لمكان الناس بتغتني فيه، وخصوصا رئيس الفيفا والناس اللي حواليه. فضلت شركه ISL هي البنك الرسمي للفيفا، وهي اللي بتضخهم دايما
دايما بالاموال، والكلام ده من سنه 78 لحد ما الشركه اعلنت افلاسها سنه 98. في الوقت ده كان اترشح جوزيب بلاتر، فاكرينه الراجل القصير، لرئاسه الفيفا في الوقت ده. طب وبعدين الشركه فلست، هنعمل ايه؟ هنقعد بقى نعمل تريكو، نقشر برتقان وننكف في الجيران؟ في الوقت ده جوزيب بلاتر طلع بفكره بريليانت، قال لك الموضوع كله كاس العالم، هتدفع اكتر هتاخد كاس العالم، ما عنديش حاجه ببلاش. سنة 2002 جوزيب بلاتر كان مترشح لفترة رئاسية تانية في الفيفا، وكان مترشح قصاده واحد اسمه جوهانسن. لينارد جوهانسن ده كان رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اللي هو اليويفا. لينارد جوهانسن كان فاكر إن الكاف أو الاتحاد الأفريقي في جيبه وكله هيصوت له. خليني أقول لك موضوع التصويت ده بيمشي إزاي. كل دولة بيبقى ليها صوت، فإن أنت يبقى عندك قارة بأكملها تصوت لمرشح معين ده شيء كبير جدا. جوزيب بلاتر في الوقت ده قلق قوي، وراح قال لحد من الادفايزرز بتوعه اللي هو الافريكان ادفايزر، حد من المستشارين الافارقه، قال له بصراحه كده انا عايز اصوات افريقيا بس يعني انا خايف. فالراجل الادفايزر ده قال له طب بص سيبها عليا. خد الراجل الادفايزر ده طيارته وقام مسافر على جنوب افريقيا، وراح قال لرئيس الاتحاد الجنوب افريقيا، قال له بصراحه كده احنا عايزينك تدي صوتك بصراحه يعني لجوزيب بلاتر. فقال له طب انت هتقدم لي ايه في المقابل؟ فقال له لو صوت جنوب افريقيا راح لجوزيب بلاتر ان هو يبقى الرئيس، اضمن لك ان كاس العالم هيكون موجود في جنوب افريقيا. قال له لو وعدتني دلوقتي ان كاس العالم هيكون في جنوب افريقيا، مش بس صوت جنوب افريقيا ولا يبقى معاك، صوت الجنوب الافريقي، يعني جنوب افريقيا والدول اللي حواليها كمان هتصوت لجوزيب بلاتر. في الوقت بقى بتاع الانتخابات جوهانسن داخل فاكر ان الكاف معاه والكاف كله هيصوت له، انا كده تمام، انا كده هفوز بقى بالرئاسه، لكن ما يعرفش ان الكاف باع الاصوات بتاعته لجوزيب بلاتر. زي ما قلنا ان الفيفا هي الراس الكبيره وتحتها 6 اتحادات قاريه، ما كانش اقوى حاجه فيهم لا الكاف اللي هو الاتحاد الافريقي ولا اليويفا ولا حتى الاتحاد الاسيوي، كان اقوى اتحاد فيهم هو اتحاد الكونكاكاف. ليه بقى اقوى حاجه فيهم هو اتحاد الكونكاكاف؟ اتحاد الكونكاكاف اولا هو بيتكون من امريكا والمكسيك وكندا وتاهيتي وتوباجو وترينيداد وكل الجزر الصغيره اللي موجوده قد كده دي، كل جزيره تعتبر دوله لوحدها، يعني كل جزيره من الجزر الصغيره دي ليها صوت في الفيفا، يعني اللي الكونكاكاف هتبقى في جيبه هيبقى رئيس الفيفا الى مدى الحياه. رئيس اتحاد الكونكاكاف كان واحد اسمه جاك وورنر. جاك وورنر ده كان راجل مرتشي وراجل حرامي وراجل وشه مكشوف، كان بيطلب الرشوه كده عيني عينك. جاك وورنر ده كان راجل في الاكزيكتيف كوميتي للفيفا او اللجنه التنفيذيه للفيفا، وفي الوقت ده الرؤساء بتوع اللجنه التنفيذيه للفيفا دول كانت كل الدول بتاعتهم مترشحه لكاس العالم او بتلعب في كاس العالم ما عدا جاك وورنر اللي هو الدوله بتاعته كانت توباجو وترينيداد. لا هم مش دولتين، هي دوله واحده، توباجو وترينيداد الاثنين دوله واحده بيتقال عليها ترينيداد. يعني سنه 2006 اتاهلت توباجو وترينيداد لنهائيات كاس العالم، وفي الوقت ده المنتخب الترينيدادي اساسا ما كانش عارف يعني ايه تاهل لكاس العالم، وكان فاكر ان الكره خساره بس، ما كانش يعرف يعني بقى في تاهل وكاس العالم والكلام ده. فالكابتن بتاع منتخب الترينيدادي وجمع شويه لعيبه كده وراحوا عملوا اجتماع مع جاك وورنر علشان يتكلموا بقى ايه في الامور الماديه وبتاع. الراجل الكابتن خد اللعيبه بتاعته وقعد مع جاك وورنر وقال له بصراحه احنا كده عايزين نتكلم بقى في الفلوس بالنسبه للعوائد التجاريه بقى والبث والكلام ده كله، احنا عايزين النسبه بتاعتنا تبقى 70 ليكم و30 لينا. فجاك وورنر قال لهم دن تمام 100 خلاص اتفقنا. بجد والله احنا لو كنا نعرف كنا زودنا يعني. اما بقى الطلب الثاني بالنسبه للمكافآت، طبعا الفيفا بتدي مكافآت لاي فرقه تاهلت لكاس العالم، مكافاه ماليه بتبقى موجوده عدا ونقدا يعني. قالوا له احنا برضو عايزين النسبه بس اللي هي 70 30 بس احنا هنعكسها، يعني احنا عشان احنا اللعيبه هناخد احنا ال70 وانتوا هتاخدوا 30. طبعا جاك وورنر انفعل جدا وقال لهم انت ازاي اصلا تطلبوا طلب زي ده؟ المهم المناقشه راحت يمين وشمال لحد ما جاك وورنر وافق على 50-50. وصل المنتخب الترينيدادي لالمانيا سنه 2006 علشان يلعبوا ماتشاتهم في كاس العالم. طبعا الطياره بتاعت ترينيداد كانت لسه دايره، يعني هم العرب الناس اساسا هتلعب 3 ماتشات وهيرجعوا على طول يعني مش هيطولوا. لكن بعد ما المنتخب الترينيدادي خلص ماتشاته في كاس العالم اتفاجئ بالشيت اللي وصل لهم بتاع الارباح التجاريه. الشيت ده كان مخصوم منه الاقامه، مخصوم منه الطيران، مخصوم منه الاكل، مخصوم منه الشرب، مخصوم منه تقريبا كل حاجه، والكلام ده اتحمل على المنتخب الترينيدادي. مين بقى مين اللي فتح ازازه الميه؟ انت فتحت ازازه الميه حسب عليها على فكره. انت اللي اكلت الجبنه برضه هتحسب عليها. وفي الاخر بعد ما جاك وورنر خصم النفقات والحاجات دي كلها فضل للمنتخب الترينيدادي 17 جنيه و40 قرش. لا فضل للمنتخب الترينيدادي كله، اللعيبه بالجهاز الفني بالناس اللي شغاله مع المنتخب بكل حاجه $800,000 بس. مش بس كده، جاك وورنر بقى كمان عمل حركه دنيئه جدا، خلى الكابتن وكل اللعيبه اللي راحوا قعدوا في الميتنج معاه بلاك ليستد، والناس دي ما لعبتش تاني في المنتخب طول ما جاك وورنر كان هو رئيس الكونكاكاف. جاك وورنر كان قوي جدا وعارف ازاي يستخدم الموارد بتاعته. نيجي بقى لكاس العالم سنة 2010.
أو المونديال الأفريقي. اللي كان مترشح للمونديال الأفريقي في الوقت ده كانت المغرب وجنوب أفريقيا ومصر. وبغض النظر عن الصفر المونديالي اللي مصر خدته في التصويت، الوقت ده كان وقت الفيفا انها ترد الدين لجنوب افريقيا علشان اللي حصل سنة 2002. رئيس جنوب افريقيا في الوقت ده كان الزعيم نيلسون مانديلا. الراجل ده هو اللي كان واخد الملف بتاع الترشح لجنوب افريقيا بشكل شخصي، وكان بيعزم بقى رئيس الفيفا والناس اللي حواليه وخصوصا بتوع الكونكاكاف، لدرجة ان الراجل ده خد طيارة خاصة وراح لتوباجو وترينيداد في قلب الارض بتاعت جاك وورنر علشان يحسوا على الاصوات بتاعه الكونكاكاف. لكن طبعا الموضوع ما خلصش لجنوب افريقيا بشويه عشاء واكله مع نيلسون مانديلا. جنوب افريقيا دفعت اكتر من 10 مليون دولار خصوصا للكونكاكاف علشان ياخدوا الاصوات بتاعتهم لصالح جنوب افريقيا. جنوب افريقيا اساسا في الوقت ده كانت مليانه عصابات، وفي فرق كتيره جدا من المنتخبات اللي راحت كاس العالم اتسرقت، وتقريبا جنوب افريقيا ما كانش عندهم حياه بعد الساعه 7 بالليل، يعني بعد الساعه 7 قفل لي بقى على البلد دي. لكن انيويز كاس العالم اتعمل هناك عشان خاطر الناس دي دفعت وكيشت. جوزيب بلاتر كان بيعامل الفيفا على انها عزبه اللي خلفوه، محدش يقدر يتكلم ولا يفتح بقه من الناس اللي شغاله، لان هتفتح بقه وتقول ايه اساسا؟ الناس دي هي اللي بتحط لك الاكل على الترابيزه بتاعتك. حتى لجنه الاخلاق بتاعه الفيفا ما كانش حد فيهم بيقدر يتكلم. مش هتكلم على كاس العالم في البرازيل سنه 2014 اللي اتعمل في الوقت اللي كانت فيه البرازيل بتعاني فيه اقتصاديا، وكلنا شفنا الصور اللي كانت موجوده بتاعه الملعب اللي فيه احتفالات بسبب كاس العالم، والاطفال البرازيليين اللي كانوا موجودين والفقر ناحل جلدهم. لكن هنروح نتكلم عن الاعلان لتنظيم كاسين العالم سنه 2018 وسنه 2022 اللي عامل مشاكل كبيره ده. 2018 كان المترشح لتنظيم نهائيات كاس العالم روسيا، وكان مترشح قصادها انجلترا بقى بكل القوه بتاعتها الرياضيه، وخصوصا في كره القدم، الدوري الانجليزي والملاعب والانديه والكلام ده كله خسرت قدام الدب الروسي. اما بقى 2022 فاللي كان مترشح قصاد قطر اليابان وامريكا. وقت بقى الاعلان عن فوز قطر بتنظيم نهائيات كاس العالم 2022 الامريكان ما خدوش الموضوع بروح رياضيه خالص، والوفد الامريكي اللي كان موجود في الوقت ده كانوا تقريبا تحس ان هم واكلين سد الحنك. على فكره الوفد الامريكي اللي كان حاضر في وقت الاعلان ده كان منهم بيل كلينتون الرئيس الامريكي السابق، ومورجان فريمان الممثل الامريكي المعروف طبعا، اللي هو كان في الافتتاح بتاع كاس العالم بتاع قطر اللي لسه احنا شايفينه من كام يوم. جوزيب بلاتر بقى بيقول ان هو اساسا كان رافض ان كاس العالم يتم في قطر، وان هو كان عايز ان كاس العالم يكون موجود في امريكا، وكان بيروح للناس اللي هي رؤساء الاتحادات ويقول لهم انتوا صوتوا لمين؟ صوت لقطر؟ لا صوت لامريكا. امريكا صوت؟ لا صوت امريكا حلوه جدا، صوت لامريكا. وهقول لك السبب ليه. رئيس الاتحاد الاسيوي كان واحد قطري اسمه محمد بن همام. محمد بن همام ده كان بيعتبر جوزيب بلاتر ان هو صديقه، لكن تقريبا كان الصداقه من ناحيه واحده. جوزيب بلاتر عمر ما كان ليه صاحب وعمر ما كان ليه صديق، لكن محمد بن همام عرف معلومه ان جوزيب بلاتر ملوش صحاب ذا هارد واي. جوزيب بلاتر في الوقت اللي كان مترشح فيه محمد بن همام لرئاسه الاتحاد الاسيوي كان بيدعم المرشح اللي قصاد محمد بن همام. في الوقت ده كان محمد بن همام وجوزيب بلاتر كانوا صحاب جدا، لكن الموضوع زي ما قلنا جوزيب بلاتر ملوش صاحب. في الوقت ده بقى محمد بن همام قرر ان هو هيترشح لرئاسه الفيفا ذات نفسها. سنه 2011 في وقت الانتخابات بتاعه الفيفا محمد بن همام اترشح قصاد جوزيب بلاتر. طبعا في انتخابات لما بيبقى فيه 2 مرشحين وبيبقى فيه مؤتمر، الاثنين مرشحين بيبقوا موجودين، وده بيعرض البرنامج الانتخابي بتاعه وده بيعرض البرنامج الانتخابي بتاعه، وفي الاخر بيشوفوا الناس بقى هي هتختار مين. فكان في مؤتمر معمول في الولايات المتحده، وفي الوقت ده كان بيستعد محمد بن همام علشان يروح المؤتمر ده علشان يعرض البرنامج الانتخابي بتاعه. اتفاجئ محمد بن همام ان هو ممنوع من دخول الولايات المتحده وان الفيزا بتاعته ما طلعتش، وكان السبب في الموضوع ده واحد اسمه تشاك بليزر. تشاك بليزر ده كان واحد يعتبر من رجال جوزيب بلاتر، وهو اللي نظم له المؤتمر ده في امريكا. جوزيب بلاتر اثناء المؤتمر طلع وقال ان يا جماعه لو انتخبتوني رئيس انا هدي 2 مليون دولار للجزر المعفنه بتاعه الكونكاكاف دي علشان يحسنوا الرياضه هناك. طبعا حركه زي دي استفزت محمد بن همام جدا، ومحمد بن همام فضل يضغط على الكونكاكاف، يا جماعه انا عايز اعمل مؤتمر، انا عايز اقول رايي، انتوا ليه ما خليتونيش اقول رايي؟ في الوقت ده نظموا له مؤتمر في توباجو وترينيداد اللي هي الارض بتاعه جاك وورنر في مكان اسمه بورت اوف سبين. لكن للاسف محمد بن همام ما كانش يعرف ان بورت اوف سبين دي كانت تعتبر مكيده وفخ معمول لمحمد بن همام. جوزيب بلاتر تقريبا استفز الثري العربي اللي جوه محمد بن همام لما عرض ال2 مليون دولار دول. الناس رؤساء الاتحادات بتوع الدول اللي كانوا تبع الكونكاكاف بيقولوا ان هم لقوا في اوضه كل واحد فيهم مظروف مالي موجود فيه اكتر من 46,000 دولار، ولما سالوا المظروف المالي ده ليه اتقال لهم ان هو علشان يعني نساعد في الرياضه في
البلد بتاعتكم؟ ها في بقى ناس من اللي هم استلموا مظروفات ماليه صوروا المظروفات الماليه دي وبعتوها لمين؟ لتشاك بليزر. تشاك بليزر خد الصور دي وقام باعتها للجنه الاخلاق بتاعه الفيفا، ومحمد بن همام وقع في الفخ. في الوقت ده كانت فضيحه عالميه جدا في الفيفا ان محمد بن همام بيرشي الناس علشان ياخد الاصوات بتاعتهم علشان يصوتوا له ويبقى هو رئيس الفيفا. الكلام ده طبعا بقى كان بيتزامن مع الاعلان ان قطر هي اللي فازت بتنظيم نهائيات كاس العالم 2022، وكان في بلبله كبيره جدا. فابن ولي العهد بتاع امير قطر خد محمد بن همام وراحوا اجتمعوا مع جوزيب بلاتر وقالوا له بالحرف: اولا محمد بن همام هيسحب ملف الترشح بتاعه لرئاسه الفيفا وهيدعمك كرئيس للفيفا يا جوزيب يا بلاتر، في مقابل ان انت ما تتكلمش لا بالحلو ولا بالوحش عن ملف ترشيح قطر لتنظيم نهائيات كاس العالم تماما. وبالفعل محمد بن همام سحب الملف بتاعه وجوزيب بلاتر بقى الرئيس لمره كمان. جوزيب بلاتر تقريبا في الفتره دي كان انتاتشبل، محدش يقدر يلمسه، كان بيقدر يعمل كل اللي هو عايزه وكل اللي على مزاجه. في الوقت ده الناس كانت بتبص على تشاك بليزر ان هو الراجل اللي خلص الفيفا من المرتشيين والناس اللي بتدي رشاوي والراجل اللي شايل الفيفا على كتفه، اللي شايلها جوه بطنه. لكن تشاك بليزر كان راجل فاسد وواكل الدنيا حرفيا كلها جوه بطنه. تشاك بليزر كان عامل زي نسبه كده معينه، اي فلوس بتخش لكونكاكاف كان بياخد منها نسبه معينه. الفلوس دي كانت بتخش في حسابات تشاك بليزر عن طريق طبعا اسامي مختلفه مش الاسم بتاعه هو، وكان بيستخدم طريقه من الطرق اللي كانوا بيستخدموها المافيا لما بيحبوا يعملوا ماني لاندرينج او اللي هو غسيل اموال يعني. لما الاف بي اي حقق في الموضوع ده وعرف الحاجات بتاعت تشاك بليزر، واجه تشاك بليزر بالتهم دي وقال له قدامك حل من الاثنين. الحل الاولاني ان انت تقضي بقيت عمرك في السجن بسبب التهرب الضريبي وبسبب التربح من الفيفا ومن الكلام ده كله، يا اما الحل الثاني ان انت تقول على كل الناس بتاعت الفيفا وتعترف عليهم كلهم واحد واحد، وكمان تلبس بقى ميكروفون وتوقع لنا الناس دي. سنه 2015 كان في اعتقالات كتيره جدا لممثلين كبار واسامي كبيره قوي وتقيله قوي في الفيفا، كانوا خارجين من الفندق ملفوفين بملايات كانهم خارجين من شقه مشبوهه. ده بجد على فكره الكلام ده حصل. لكن من وسط الناس دي كلها ما كانش موجود جوزيب بلاتر. بالعكس، جوزيب بلاتر سنه 2015 اترشح مره كمان لرئاسه الفيفا وفاز. لكن خلاص تقريبا كان في الوقت ده حقبه جوزيب بلاتر بتنهار، وهو استقال اساسا من رئاسه الفيفا. وفي الوقت ده انتشرت الصوره الشهيره جدا بتاعه الفلوس اللي مرميه على جوزيب بلاتر، ان هو يعني بياخد فلوس وباع الكاس العالم بالفلوس، على اساس ان كل الناس اللي نظمت كاس العالم قبل كده ما اشتروش كاس العالم بالفلوس يعني. طبعا جوزيب بلاتر بيتنحى عن رئاسه الفيفا، والناس كلها بتقول ان اللي هيمسك مكانه هو الفرنسي ميشيل بلاتيني، الاسطوره الفرنسيه، وكمان في الوقت ده كان هو رئيس اليويفا او الاتحاد الاوروبي لكره القدم. لكن زي ما احنا عارفين ان جوزيب بلاتر ملوش صاحب ومالوش صديق. جوزيب بلاتر بعت شيك لميشيل بلاتيني وكتب فيه شكرا جدا على خدماتك، وده الشيك ب 2 مليون دولار اللي انا وعدتك بيهم بناء على الخدمات اللي انت قدمتها لي في الماضي. والشيك ده يعني somehow اتسرب للصحافه وطبعا اتحقق فيه، واتوقف جوزيب بلاتر لمده 8 سنين، وكمان اتوقف ميشيل بلاتيني لمده 8 سنين. طبعا الكلام اللي انا قعدت احكي فيه ده كله موجود في دوكيومنتري او وثائقي على نتفليكس اسمه فيفا انكفرد. انصح اي حد مهتم بالكوره يتفرج عليه لانه هو حلو جدا وفيه معلومات كتيره جدا. ومن مكاني ده بحب اقول الف مبروك لقطر على المونديال العظيم اللي انتوا عاملينه، وبالتوفيق وبالنجاح، وان يور فيس يا امريكا. لو في حاجه تانية عايزين نتكلم عليها قولوا لي تحت في الكومنتس، ولو الفيديو عجبك اعمل لايك، ولو انت موجود على اليوتيوب اعمل سبسكرايب واعمل فولو على الانستجرام والتيك توك علشان يجيلك الجديد كله طازه بطازه. كنت معاكم محمود النجار، ولحد ما ننتقل المره اللي جايه، مع الف سلامه.